طبيب نفساني اللي يكون يعملوا واحد البرنامج مثلا باش العزيمه ما كايناش. العزيمه وما مع الخدمه مع كما قلت لكم يعني اغلبيه البحاره. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. خوتي خواتاتي الاصدقاء ديالي المتابعين ديالي الكرام، تحياتي لكم وكنتمنى انكم ديما تكونوا بخير وعلى خير وبصحه جيده. اليوم ان شاء الله غادي نهضروا على واحد الموضوع اللي صراحه باقي ما هضر فيه حتى شي واحد وحتى شي واحد ما يقدر يهضر عليه. هذا الموضوع عنده علاقه بالمخدرات، يعني المخدرات القويه في قطاع الصيد البحري. كما كيعرف الجميع ان قطاع الصيد البحري بنسبه 85% ديال البحاره كلهم كيتعاطوا المخدرات، وهذه المخدرات بحال الشقوفه بحال الحشيش، وخدمت مع واحد الفئه كذلك كتعاطى حتى البوبا. اليوم ان شاء الله غادي نسلط الضوء على هذا الموضوع، غادي نهضر في الحيثيات ديالو، غنهضر وغادي نبين بعض الاخوه اللي معايا هنايا في المركب، ونسقسيوهم شكون السبب اللي خلاهم يتعاطوا المخدرات علاش. ولكن قبل ما نبدا الموضوع ديالي اخوتي، قبل ما نبدا الموضوع ديالي وقبل ما نبدا الفيديو ديالي، دائما كنقول لكم جزاكم الله خير. الناس اللي غادي تدخل جدادين عندي القناه ما تنساوش تابوناو معايا في القناه، تفعلوا الجرس، شي سلبي ايجابي، كومنتير سلبي ايجابي، لايك، هادشي هذا كامل كيحفزنا وكيشجعنا على انني باش نزيد لقدام، وعلى انني باش دائما نبحث لكم على المواضيع اللي هي حساسه، مواضيع اللي هي كنعيشوها في ارض الواقع، مواضيع اجتماعيه ماشي غريبه علينا. كما كنقول دائما القناه ديالي هي قناه مهنيه، دائما غتفاجئكم بالجديد ودائما غتجيب لكم شي حاجه حيه. هاد الحاجه بزاف الامور اللي كتكون غايبه عليا حتى انا كنوثقها وكنتقاسمها معكم. اذا اخوتي الله يجازيكم بخير، باش نشوفوا الفيديو كاملين ونعيشوا هاد اللحظات كاملين ونوريكم الواقع كيفاش عامل، خليو البصمه ديالكم. من خلال هذا الفيديو هذا غادي نهضروا على بزاف د المشاكل، يعني د المخدرات، السبب اللي خلى هذا البحار يتعاطى المخدرات، الانواع د المخدرات اللي كتكمى في قطاع الصيد البحري. واش ممكن ان البحري يتم الاقلاع على المخدرات واخا كتجبر البحري عنده 30 عام او 25 عام او 40 عام البليه؟ منين كتجي هذه البليه؟ السبب الرئيسي ديالها صراحه هذه الامور، هذا البحر بلا حشيش وبلا مخدرات كتكون يعني فرق كبير ما بين الانسان المخدر. وكنتمنى يعني من جميع الاخوان ان شاء الله البحاره اللي كيعيشوا بقطاع الصيد البحري على انهم يعني يحيدوا من هذه البليه ويبدلوا العقليه ديالهم. ماشي الصيد البحري ضروري تكون مخدر او ضروري تكون مخرقب باش غادي تخدم قطاع الصيد البحري، لا بالعكس. ربي خلقنا العقل السليم في الجسم السليم، وكل ما كان العقل السليم كتكون مركز اكثر بالخدمه ديالك. اذا اخوتي غادي نتلاقاو بالاخوان، سقسيوهم علاش وكيفاش، شنو السبب اللي خلاهم يتعاطاو المخدرات، واش ممكن يقطع واش لا. هادشي هذا كامل غادي تعرفوا عليه في هذا الفيديو. تبعوا الفيديو ونرجع معكم في اخر الفيديو ان شاء الله باش نزيدو نهضر شويه على الحيثيات ديال هذا الفيديو. هذا هو السبسي وهذه هي الكيف. كما قلت لكم يعني اغلبيه البحاره بنسبه 85% في قطاع الصيد البحري كلشي كيتعاطى المخدرات، منهم الكيف منهم الحشيش، وكاين واحد الفئه اللي كتكمي حتى البوبا. واش عندك ادريس؟ مش انا عارف هتنسيك في تماره. شحال وانت كتكمي يا خاي؟ دابا شحال باش من سنه باش شحال من عام وانت كتكمي؟ قلت 17 عام بديتي كتكمي. بديت كنكمي. كنتي خدمتي البحر ولا باقي؟ باقي ما دخلتيش للبحر؟ في السوق، داخل السوق كنبيعو نشري في السوق معبا مع الوالد. يو صافي تعاطيت المخدرات نيشان. ولكن دابا حنايا كنشوفوا في قطاع الصيد البحري الاغلبيه البحريه كيكميو الحشيش، كيكميو الكيف. مهدئ. شنو السبب ادريس اللي خلاهم يكميو هذا الحشيش؟ مهدئ ياك؟ انت تكميه صافي يطيحك بنادم، فين ما يطيحك غتخدم، كيهدأ الاعصاب، يكون عندك ما كتضربش البال، صافي يكون عندك صافي واخا تكون ما عندكش الماكله، باقي تستغنى على الماكله وما تستغناش على الماكله وما تستغناش على المخدر.
باش تهدأ الاعصاب تاع يدك كاين شويه الريح بقى يطير. سخوفه خويا شحال وتينا كتكمل؟ 30 عام. 30 عام الكمايه. وربي دابا يمكن لك تقطع شي نهار ولا ما يمكن لكش تقطع؟ ما بديناش اخويا كيفاش نديرو. ما صبتيش كيفاش دير؟ والو ما صبتش. العزيمه ما كايناش. العزيمه وما مع الخدمه مع التماره مع البحر مع الليل مع الصحاب. خدمه وتماره والبحر. تماره وعاود بزاف د الحوايج. علاش البحريه كاملين كيكميو الكيف والحشيش؟ الشهر الليل برد. البرد. البحر يقلب الانسان. الضغوطات النفسيه. الضغوطات. مشاكل. النفسيه والمشاكل. ولا اله الا الله محمد رسول الله. تاكل خبزه وزيد يضرك البرد. اذا كميتي جواد عاد الدفا كتسخن. اذا كميتي جوان كتسخن. اذا ضربتي شخاف كتسخن. اذا ضربتي الشخوف هذاك تسخن. كتنسى العالم وما فيه. تدخين تيسخن. والله كان عندك تدخين تقول ما عمروا لي العنبر بالحوت. سدوا عليا. لما كانت الخير ما كاين والو. شكون هما الفئه اللي كتكمي اكثر؟ واش الشباب ولا الشيوخ اللي كيكميو المخدرات اللي كيتعاطاو المخدرات في البحر اكثر؟ اكثر في الشباب ياك. الشباب هما اللي كيكميو مزيان. الشباب حيت كيكونوا يلاه جاو للبحر كيكون كيشوف الشيوخ قدامو كيكميو داكشي كيبغي حتى هو. حتى هو خصو يكمل. بحال اللي كيبغي يفرض الرجوله ديالو. هو معاهم. الشيوخ مشاو بحالهم. ما كانش يكمل ما كاين والو. الشيوخ مابقاوش. الشيوخ كاع ماتوا. ولا كلشي دابا الدراري عالجوا 50 سنه تحت. دابا نقدر نخدم البحر بلا كيف وبلا حشيش. لا ما نقدرش نخدم. ما تقدرش تخدم. لا والو نمنك ونمشي بحالي. علاش؟ البليه ديالي سالات. هاد سالات لي البليه صافي. ثلاث سنوات الحشيش الثالث تنسى. صافي. ما نشريش حشيش بالمدينه وما نكميش. ساعة بسلام. واخا بلاد. تحياتي. كاينين الدنابل بعادين. اخويا بوفري ذا المرسالي بهذا البحر هذا. اش كدير كتنفع؟ كننفع خاطر نفيح يا السيك. كاين اللي كيكمي الشخوفه كاين اللي كيكمي الحشيش وانت كتنفع. شوف كلوا البليه ديال الله فوق الجميع. حيت يا ودي الاخ بلال شهرين اخويا ورجعت ليها كنتعصب مع البشر مع الوليدات في الدار صافي. شحال ولينا كتنفع دابا؟ 17 سنه نقول من 2005. 17 عام. 17 من 2005. دابا عندك السوبه في راسك. لا كننفع بخير داكشي بالقياس. قريصه الحمد لله. وكتضرني الا ما كانش عندي. اذا ما كانتش عندك كتقطع. بحالك بحال موالين الشخوفه. البليه ديالها واعره. البليه ديالها زايده على. والله فوق اللي تلفوا. امين امين. بلا كوتين هاد السيمانه. اش كدير اصاحبي؟ خصك تكون موجود نتايا. ولا سيمانه. تضربوا الكوكل والكحله. كحله ياك. خصو يتكلف بها. كاين اللي كيكمي الحشيشه نور الدين كاين اللي كيكمي الشخوفه. كلها بنيت والله فوق الجامع. انا خوتي من بعد ما شفتوا الفيديو شفتوا الروبورتاج اللي صورت مع الاخوان والاسئله اللي طرحت على الاخوان كما شاهدتوا بعينكم يعني السبب الرئيسي اللي كيخلي البحار يتعاطى المخدرات وانا بنفسي كنت كنتعاطى المخدرات قبل، والسبب الرئيسي اللي خلاني انا نتعاطى المخدرات وهو ديك الفكره. اول حاجه كتبغي تفرض الرجوله ديالك لانك خدام في واحد قطاع صعيب بزاف، وملي كتدخل جديد كتلاقى مع ناس يعني مع قوم 30 واحد ولا 40 واحد في المركب باش غادي تنسجم معاهم كتكون واحد الصعوبه.
باش غادي تفرض راسك معاهم كتكون واحد الصعوبه. الحل الوحيد اللي كيكون عندك وهو تعاطى المخدرات باش كلشي غيحترمك، كلشي غادي يوقرك. وكذلك السبب الاخر وهو كما كنقولوا حنايا بالدارجه ديالنا الحقوق ديال البحار اللي مهضومه. كتشوف راسك انت كبحار كتخدم في واحد المهنه اللي هي من اصعب المهن مصنفه عالميا، كتضرب تماره بالليل وبالنهار، في الشتاء في الرعاد في البرد. ملي كتجيب الحوت كتدخل الميناء كتحس براسك انك واحد الانسان اللي ما عندكش شي قيمه وما ساوي حتى شي حاجه، الحقوق ديالك مهضومه. كذلك الناس اللي سبقونا في القطاع، ملي كتجلس معاه كتقول له التقاعد ديالك شحال بقالك، التقاعد كيقول لك مثلا 1000 درهم ولا 600 درهم. السبب الرئيسي اللي خلى ديك 1000 درهم ولا 600 درهم وهو الحوت ما كيتباعش في سوق الجمله، السوق السوداء. يعني بزاف د المشاكل، الضغوطات النفسيه والمشاكل اللي كيخلي البحري انه يبقى يتعاطى المخدرات باش ينسى ديك العالم ديال الحقوق ديالو، العالم ديال النضال والعالم ديال انه يواجه. كيبقى دائما كيرد الغدايد ديالو بالعربيه كما كنقولوا، كيرد الغدايد ديالو بالبليه. هذا هو السبب الرئيسي اخوتي اللي خلى هاد البحاره انهم يبقاو ديما كيتعاطاو. كاين واحد البيئه كذلك اللي كتشرب واخا ما كتكميش المخدرات، كتشرب الشراب لانكول، الروج، البيره، كتشرب يعني جميع الانواع د لانكول. كما شفتوا اخوتي قطاع الصيد البحري هو هذا، والحالات البحري هي هذه. سقسينا الاخوان واش ممكن انه يحيد الدخان، قال لك انا ما اقدرش نحيد الدخان، ولكن هو ممكن يحيد الدخان. خص غير العقليه شويه نيطوايا ويدير ميزاجور بنادم عقلو، والحمد لله يكون خير. كنتمنى يكون عجبكم هذا الفيديو، كنتمنى ان الميساج يكون وصل لكم، وصل للمسؤولين كاملين، باش الله وعسى يكون شي تدخل مع المسؤولين. الله وعسى المندوبيات ديال الصيد البحري يكون فيهم واحد الطبيب نفساني اللي يكون يعملوا واحد البرنامج مثلا باش هذا الطبيب النفساني يكون عنده حصه في الاسبوع مع البحاره، يهضر مع البحاره، يوسع لهم بخاطرهم، يعطيهم دروس كيفاش انهم يتفاداو هذه المشاكل، كيفاش انهم يعيشوا بدون تخدير. بزاف المشاكل وبزاف المعاناه يعني ممكن انه يعالجها الطبيب النفساني. هذه هي الرساله ديالي للمسؤولين، وكنتمنى من الله العلي القدير يعجبكم هذا الفيديو. تحياتي لكم، ونتلاقاو في محتوى جديد وفيديو جديد. السلام عليكم.